السلام عليكم يا عم. عليكم السلام يا ابني. عمي انا جاي اطلب ايد بنتك الكريمه. بنتي؟ ايوه يا عمي، قلت اكمل نص ديني برضه. والله ونعم ما اخترت يا ابني ونعم الاختيار. بس انت خريج ايه يا حبيبي؟ انا يا عمي الحمد لله خريج كليه الطب، قسم تجاره. ما شاء الله ما شاء الله عليك. وبتشتغل بقى على كده؟ الحمد لله يا عمي. من ناحيه الشغل، واحد صاحب ابويا كان مسافر موزمبيق، جبنا له الموز وهيجيب البيض من هناك. ان شاء الله يعني 5-6 سنين ياخد خبره، يرجع هنا يفتح مستشفى. الحمد لله انا الشهاده جاهزه على الشغل على طول. يا مسهل حال. يا عم انا قلت احجز، هو حد لاقي شغل؟ على رايك يا ابني والله. وعلى كده بقى عندك شقه؟ الحمد لله يا عمي. من ناحيه الشقه الحمد لله يعني واحد صاحب ابويا. صاحب ابوك برضو؟ ايوه يا عمي الحمد لله، ربنا يخلي لي ابويا. واحد صاحب ابويا كان مسافر السعوديه، لمينا له فلوس التاشيره وجبنا له ثمن التذكره. يعني هيقعد 10-15 سنه ياخد خبره تقسيم اراضي، يرجع هنا يشتري حته ارض. الحمد لله انا البلاط جاهز على الشقه على طول. الله. امال انت شفت البت فين؟ الحمد لله يا عمي، بنت حضرتك الشهاده لله ونعم التربيه والاخلاق. والله يا ابني انا يعني ابذلت مجهود خرافي في تربيتها، ومبذول اكبر واكبر في انها انجبتها اصلا. والله يا عمي فعلا نعمه التربيه. ايوه. في الحقيقه انا شفتها مره واحده كانت عندنا في الكليه، حاولت اكلمها، في الحقيقه رفضت. فقلت لها طيب تحبي نعزمك على ليمون؟ سابتني وبقت بتمد كده في السكه تقول لي ايه ده انت واخدني على فين؟ بتسالني وبتسبقني على الكافيتيريا. المهم مدمنه ليمون، قعدنا في الكافيتيريا اطلب ليمون طعم، هي تشرب الليمون بتاعها في ثانيه وانا مش شايف الليمون بتاعي خالص. ليه يا ابني الليمون بيروح فين؟ ولا انت كنت رايح تعمل ايه اصلا؟ يا عمي وانا رايح اشرب. ورايح تعمل ايه؟ يا عمي كلك نظر، حضرتك ابو الشباب. يعني نظر ابص فين يعني؟ يا عمي حضرتك عارف الشباب سواعد قويه. اي نعم. والفتيات سواعد طريه، ولما القويه بتيجي على الطريه كلك نظر يا عمي. مش فاهم برضه ايه؟ يا عمي حضرتك معروف ان في المرحله الثانويه يكون الانفصال، هناك مدارس للاولاد ومدارس للفتيات. صحيح. بينما في المرحله الجامعيه، الجامعه هي مجال للاختلاط والفسوق والفجر. لا يا عمي لا يا عمي، بنت حضرتك ليس لها اي علاقه بالفسوق والفجر. الجامعه مجال للاختلاط، فلما القويه بتيجي على الطريه كلك نظر يا عم. يعني يا ابني انا مش فاهم اعمل لك ايه، بس اللي اقدر اقوله لك ما عندناش جواز للبنات، ولا عندنا عرسان للعرسان، ولا بنات عايزه تتجوز، ولا بيت هيتفتح. وامشي اخرج بره بيتي والشبشب اهو، امشي.